ست زرعت بذرة في الأرض وسكبت عليها سائل، وفي اللحظة اللي بعدها نبتت نبتة وكبرت بسرعة جدا، واستخدمت قوة الهواء علشان تمنع الرمل يدخل الغابة. الست وابنها فرحوا جدا، كانت نفسها تحول الصحراء كلها لغابة، لكن الحر والرمل كانوا بيخلوا العشب ينشف ويموت. لما رمت العشب الناشف على الأرض ابنها أخده، وبعدها طلعوا السطح عند النبتة المميزة اللي بتطلع السائل السحري، وقبل ما تنزل قالت له يستناها شوية. الولد حب ينقذ العشب فحط عليه شوية من السائل، فرجع حي تاني. فرح جدا، لكنه اتفاجئ إن العشب حاول ياخد السائل من النبتة. البيت ابتدى يتهز، وفي اللحظة المناسبة وصلت أمه وأنقذت النبتة وخرجتهم بره البيت بمساعدة شجرة مدت فرعها ليهم. الولد فكر إن قطعة العشب دي ممكن تضيع الغابة فرماها في الرمل، لكن العشب كبر وبدأ يبتلع الشجر والنباتات، وكل ما ياكل أكتر يكبر أكتر. الست حاولت تنقذ النبتة وسكبت عليها آخر شوية سائل، لكنها مرجعتش زي الأول. وسط عاصفة قوية الولد قرر يواجه العشب. شاف شجرة كانت أمه زرعاها بتحاول توقفه بالهواء، جت له فكرة، قطف ورقة منها وحطها في فم العشب. فوراً العشب حس بسخونة وتحول من شكل ضخم ومخيف لعشب جميل وهادي وبقى في إيده. رجع البيت ولقى أمه مغمى عليها، ولما فاقت النبتة القديمة تحولت لتراب واختفت. الست حزنت، لكن أول ما لمست العشب ابتدى يلمع زي النبتة السحرية. الولد حطه مكان النبتة، وبعد لحظات انطلع منه نور قوي جدا، وتحولت الصحراء كلها لغابة خضراء جميلة. وفي النهاية الولد وأمه كانوا سعداء جدا.